يمكن تقريبا كلنا نفسنا نحب ونفسنا نلاقي الشخص اللي نعرف نديله الحب اللي يستحقه عشان يقدر يبادلنا نفس الشعور. قصتنا بتبدأ مع سليم، الشاب الطموح اللي عنده 25 سنة، شغال عامل في مصنع حديد والصلب، الشاب المكافح من أجل لقمة العيش، اللي يدوب ما بيصدق يروح عشان بس يقدر يستريح على السرير بعد شغل 12 ساعة. في اليوم ده روح سليم، وقبل ما يقرب يوصل للبيت بشارعين تحصل المفاجأة: صريخ عالي من بنت في آخر الشارع. وبيجري سليم بسرعة على آخر الشارع عشان يلاقي بنت بتحاول تقاوم تحرش أو سرقة من شابين مجهولين الهوية. ومن غير تفكير من سليم بيجري على الشابين وبيضرب الأول بالشلوت باندفاع كبير. وفعلا بيقع الراجل الأول، بس صاحبه ياخد باله وكان معاه مطوة، فما بيلحقش سليم يعمل حاجة للتاني، فبيلوش التاني ناحية سليم وفعلا بيصيبه، وبيقع سليم على الأرض متغرق في الدم، والبنت بتصوت وبتعيط جنبه. وبيجري الشابين بسرعة الناحية التانية. يفقد سليم الوعي وبيصحى على نور خافت من إضاءة المستشفى، وحواليه ناس بتقوله حمد لله على السلامة يا بطل. ناس كتير وزحمة مش عارف في ايه، وكاميرات بتصور ايه اللي حصل مش عارف. يظهر ان اللي عمله سليم ده اتصور من كاميرات احد المحلات ونزل على اليوتيوب وبقى ترند. سليم بقى ترند وهو مغمى عليه. بيفوق سليم من الصدمة اللي هو فيها ومش قادر يقول حاجة ولا يعبر عن حاجة، ووشه مليان بلاهة من اللي بيحصل حواليه. وبيجي اخو سليم واخته حمد لله على السلامة يا اخويا يا بطل، وبصوت عالي الممرضة: يا جماعة بعد اذنكوا بره، المريض عايز يرتاح. وفعلا الكل بيطلع واخوه واخته بس اللي قاعدين، امهم وابوهم متوفيين وهما ملهمش غير بعض. بتدخل بنت في العشرينات مع بوكيه ورد مع نظرة ساطعة لسليم، يبدو انه شاف حاجة ولا في الخيال. الشعر الناعم الطويل مع الابتسامة العريضة والعينين الكبيرة والوجه الملائكي، كأن سليم حس انه في الجنة مش في المستشفى. وبصوت رقيق: حمد لله على السلامة يا سليم. ويرد سليم: الله يسلمك. طبعا انت مش عارفني، انا سارة اللي انت انقذتها امبارح. طبعا اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الحمد لله على سلامتك انت. انا مش عارفه اشكرك ازاي، انت انقذت حياتي. لا لا طبعا، ولا اي حاجه، ده طبيعي ان اي حد يعمل كده. ومع نظرات ما بتفارقش حد، وسكوت وصمت تام مع مراقبة الأخ والأخت لتلك النظرات كأنهم بيتفرجوا على مسلسل العشق المسموع، بتحط سارة الورد وبتقوله: طب أسيبك تستريح وهعدي عليك في وقت تاني. مع نظرة بلاها من سليم ويقول لها: تمام قشطة. وهنا سليم أدرك إن الحياة جميلة جدا ولازم تتعاش صح. لو عجبتك القصة ونفسك تشوف الجزء التاني دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.